السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأصدقاء الأعزاء عشاق طائر الحسون، لقد بدأ موسم إنتاج هذا الطائر في السلاكات وفي الأقفاص. إذن سوف نتحدث اليوم عن موضوع يتساءل عنه عديد المربين، ألا وهو هل ننزع العش للأنثى بعد نزع بيضها لوضعه تحت أنثى كناري حاضنة، أو عند نزع الفراخ بعد عملية الفقس لعملية لإطعامهم يدويا ليسهل بعد ذلك عملية ترويضهم. إذن بالنسبة لهذه الفراخ التي أمامنا هي ليست إنتاج قفص، تم وضع البيض من طرف الأنثى في السلاكة منذ منتصف الشهر المنقضي، الشهر الثالث شهر مارس، وقمت بنزع هذا البيض ووضعه تحت أنثى الكناري الحاضنة، ثم أعادت ما شاء الله أنثى الحسون وضع بيض آخر بعد 6 أيام فقط، بعد 6 أيام من نهاية وضع البيضة الأخيرة من العنقود الأول. ثم تم نزع البيض مرة أخرى ووضعه تحت أنثى كناري ثانية، وكنت قد أنزلت فيديو منذ حوالي شهرين لهذه الإناث الحاضنة المجربة، والتي تمتاز بالحضن الجيد للبيض وحسن إطعامها للفراخ لوحدها. إذن تم استغلال هذا العامل لمزيد إنتاج الحسون، وقد شرعت اليوم أنثى الحسون ما شاء الله في وضع بيض العنقود الثالث بعد 7 أيام كذلك فقط، إلى جانب أنثى ثانية أيضا شرعت في وضع البيض للمرة الأولى. سوف أقوم بتصويرهم داخل السلاكة الصغيرة بعد الانتهاء من عملية وضع البيض، حتى لا تهجر الإناث أعشاشها من كثرة المراقبة وإزعاجها، ونقوم بجولة بإذن الله مع بعض داخل السلاكة بعد يومين. إذن كما قلت وددت اليوم أن أحكي في موضوع يتساءل عنه كثير من المربين، وهو هل ننزع العش بعد نزع البيض لتعيد الأنثى بناء عش جديد أو تغير مكانها، أم نترك لها نفس العش لتعيد فيه وضع بيضها؟ هذا ما سأبينه في هذا الفيديو. إذن هناك مربين يستعملون إناث كناري أو هجين حاضنة، وذلك لزيادة الإنتاج، فينزع البيض بعد انتهاء الأنثى من وضعه، وهناك من ينزع الفراخ مباشرة بعد عملية الفقس ليتولى هو إطعامهم، والغرض من ذلك أيضا هو ربح الوقت وزيادة الإنتاج، وحتى تسهل على المربي عملية ترويض الحساسين فيما بعد عبر إطعامها يدويا. هنا حسب خبرتي وتجربتي المتواضعة أجيب لا ننزع العش بل نتركه، وسوف تضع فيه الأنثى بإذن الله بيض آخر بعد حوالي 6 أيام إلى 10 أيام. إذن لدي أنثى كما كنت أسلفت ذكر، نزعت عنها البيض بعد الانتهاء من وضع البيض الخامسة، فشرعت في وضع البيض العنقود الثاني بعد 6 أيام، وتركتها تحضنهم لمدة 10 أيام، ثم نزعته لأضعه تحت أنثى كناري أخرى، فأعادت وضع البيض بعد نزعه ب7 أيام ما شاء الله في نفس العش. إذن تركت لها هذا العنقود الثالث لكي تحضنه وتطعم الفراخ حتى لا أرهقها بكثرة وضع البيض، وهي الآن تحضنه. وسوف نقوم كما قلنا بجولة في الفيديو القادم غدا أو بعد غد لنرى بداية الإنتاج داخل السلاكة.
بعد حضن وإطعام هذه الفراخ داخل القفص من طرف الإناث الحاضنة. إذا أعيد، لا ننزع العش لأنثى الحسون، ننزع البيض ونترك لها نفس العش، وسوف تعيد بإذن الله عملية وضع البيض في نفس العش وفي نفس المكان. هذه هي الإجابة حسب خبرتي وحسب تجربتي المتواضعة. إذا حتى نلتقي في فيديو قادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.